انا جيت اهو. هلو، هاو ار يو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماي نيم از منجز. انا منجز، واحب افكرك في البدايه ان ده مش كورس انجليزي، ده كورس تسويق الكتروني. ومن البدايه عشان نكون متفقين، دي تقريبا خامس مره بصور فيها الفيديو، فلو ما عندكش وقت ان انت تسمع الفيديو وتستفاد من اللي هيتقال فيه، اجل الفيديو لوقت تاني عشان تكون مستفاد بكل كلمه هتتقال في الفيديو دوت. وخصوصا ان الفيديو ده بيتكلم عن مهاره مهمه جدا كل الناس محتاجاها، وبدايتها معانا هي بدايه القصه دي اللي انا كنت بفكر ان انا اقدمها عشان تكون مقدمه الحلقه كده. وباختصار شديد جدا، انا في وقت من الاوقات حبيت ان انا ابتدي موضوع التسويق. ما كنتش فاهم في اي حاجه، ولكن كنت بتاجر يعني مره اكسب مره اخسر، والخساره عموما ما كانتش خساره فلوس، ممكن ما اكسبش خالص، ما تبقاش خساره يعني ماديه كبيره، ولكن انا كنت عايز ان انا اكبر البيزنس ده واعرف اكتر عنه. وبصراحه ما كانش قدامي يعني طرق للتعليم او طريقه او وسيله ان انا اعرف ايه المشكله اللي عندي او ايه الحاجه اللي ناقصاني، لحد ما اتيحت لي الفرصه في مره ان انا اشتغل في شركه. واشتغلت في الشركه دي في المخزن، وهناك في المخزن اتعلمت حاجه كانت في منتهى الاهميه، هقول لك عليها طبعا لان دي الحاجه اللي فرقت او المهاره اللي فرقت معايا كتير جدا. وعرفت ان انا من خلالها ان انا استفاد كويس جدا، حاجه علمهاني المخزن، وعرفت من خلالها ان انا استفاد كويس جدا وايه الجزء اللي كان ناقصني. ومن خلال المخزن او من خلال مكاني في الشركه قدرت ان انا اعرف اكتر عن طريقه تفكير مدير الشركه، صاحب الشركه، اسف مش مدير الشركه بقى، صاحب الشركه، وطريقه اداره راس المال بالنسبه له. اما من خلال رؤيه مدير الشركه قدرت اعرف ازاي هو بيخطط لان هو ينفذ حمله تسويقيه، وايه هي الحاجات اللي هو عايز يوصل لها. ومتابعتي مع المحاسب قدرت اعرف يعني ايه مكسب، واحسب المكسب واحسب الخساره. متابعتي للمحاسب لان المكسب والخساره ممكن يكون بالنسبه لك انت شايف ان المنتج كده كسب والمنتج ما كسبش معاك لان انت صرفت عليه مصاريف كتير. المحاسب بيقدر يديلك نظره اكثر دقه. لو المنتج كسب معاك لحد 80% فانت كده كسبانه ربحانه معاك بشكل ممتاز جدا. اقل من كده احيانا وقت كتير بتبقى بتدفع كمان من جيبك وانت مش واخد بالك وفاكر ان انت بتحقق مكسب. وفي النهايه من خلال كمان متابعتي لفريق تنفيذ المهمات، تمام، المهمات اللي بتطلب منهم في التسويق سواء كان مدير الفريق ده هو وطريقه تقسيمه للشغل، قدرت اعرف ازاي ان هم بيقسموا الشغل، ازاي ان هم بيديروا الحمله بشكل كامل. بصراحه كانت خبره جامده جدا وفرقت معايا. وتقريبا انا بداتها من 2016، احنا دلوقتي في 2024، تقريبا ما يقرب من 8 سنوات وانا في الخبره دي لحد ما اتعلمتها بشكل كويس جدا. وبصراحه يعني فرقت معايا كتير. وهقول لك ايه هي النقطه اللي فرقت معايا من البدايه في موضوع المخزن. مبدئيا انا لاحظت ان الواتساب وسيله للتواصل اسرع مع العملاء ومنجزه اكتر، من غير ما تعمل حملات، من غير ما تروح توصل للعميل من خلال حمله اعلانيه مدفوعه الاجر على الفيسبوك او الكلام ده هو. فطبعا دي فلوس بتدفع، وممكن بقى محتاج ناس تكون فاهمه كويس موضوع الحملات ده وما الى ذلك. فبالنهايه بيتواصل بيك الامر ان انت عشان تعمل حمله انت عايز فلوس، انت عشان تعمل اي اعلان انت عايز فلوس. اما الواتساب هو بيقدم لك الموضوع ده فعلا ببلاش من غير اي حاجه. والكلام ده زي ما بقول لك في 2016 كان حاجه يعني فكره مش موجوده خالص او مش منتشره كتير. كان ممكن تيجي لك رسائل على التليفونات او ما الى ذلك، ولكن على الواتساب كانت فكره قليله شويه. والمخزن بقى علمني المهاره اللي انا هقول لك عليها دي، هي مهاره التصنيف. مهاره التصنيف المهاره اللي انا لما اتعلمتها عرفت ان انا استخدم الواتساب كويس. قبل ما يبقى واتساب الاعمال متقدم بالشكل ده ويدي لك تصنيفات للناس اللي عندك والكلام دوت، كنت بعمل مهمه التصنيف. ومهمه التصنيف دي هي كانت ببساطه ان انا ابتدي ان انا اصنف العميل اللي عندي. اصنف العميل اللي عندي يعني ايه؟ يعني تعالى كده بص معايا، قرب لي كده شويه على التليفون وتعالى نشوف انا بالظبط اللي كنت بعمله ايه. لو جيت لاحظت عندي هنا في الاسماء هتلاقي عندي ان الاسماء يعني ما شاء الله عددها كبير جدا، تقريبا ما يقرب من 9000 الى 12000 اسم. وانا عايز اقول لك يعني عدد كبير جدا صعب ان انت تعرف توصل لاي حد بسهوله فيه الا بالمهاره اللي قلت لك اللي هي مهاره التصنيف. لو انا جيت اكتب كلمه شاشه، مجرد ما كتبت كلمة شاشة ظهر لي كل الناس اللي اشتروا مني مثلا او اللي سألوني على موضوع الشاشات، وكنت بشترط على طول على العميل ان هو يبعت لي على التليفون او يكلمني على التليفون واتأكد منه ان ده رقم الواتساب وهكذا. انا كده
اتأكدت ان العميل ده مثلا او التصنيف اللي كان عندي ده ممكن ندور على تصنيف تاني زي مثلا مروحة، تمام، ممكن شفاط، ايفون، وهتلاقي بقى ايه عدد كبير حسب التصنيف اللي انت مختاره واللي انت مصنفه على التليفون بتاعك او على النظام بتاع الاسماء عندك. طبعا في وسائل كتير للموضوع ده هو ممكن ان احنا نتكلم عنها، مش المجال ليها دلوقتي، ولكن كانت مهمه جدا ان انا اشير لموضوع التصنيف والجزء اللي انا اتعلمته من المخزن، عشان الموضوع ده كان مهم جدا وفرق معايا في المهاره بعد كده اللي انا هقول لك عليها والطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. انا النهارده مش هعمل معاكم حمله تسويق، ولكن هعمل معاكم حمله واتساب. تعرف ان انت تستخدم الواتساب في ان انت تعمل حمله. الحمله اللي احنا هنعملها النهارده هي حمله تهنئه بقدوم شهر رمضان او قرب شهر رمضان، يعني كل سنه وانتم طيبين. وعندي حاجه مهمه جدا جدا ليكم، للناس اللي حابه ان هي تشتغل وعايزه حاجه تشتغل فيها. ان شاء الله ان شاء الله هنوفر موضوعات مهمه جدا وطرق مهمه جدا تعرفوا ان انتوا تشتغلوا بيها. ولو ما عرفتش ان انت تشتغل بنفسك يعني تواصل معانا وهيكون لك شغل معانا ان شاء الله، مفيش اي مشكله. الحمد لله بنوفر شغل لناس كتير جدا، فلو انت عايز تنضم برضه للفريق بتاع الشغل بتاعنا مفيش اي مشكله، هيبقى الموضوع بسيط جدا. وان شاء الله في انجاز في نهايه الكورس دوت. هيبقى كورس مكون من مجموعه من الحلقات اسمها واتساب للجميع، بلاي ليست هتلاقيها موجوده على القناه اسمها واتساب للجميع، ودي اول جزء فيها. وعايز اقول لك يعني ان انت مش هتحتاج في الموضوع ده غير حاجات بسيطه جدا مكوناتها عندك وهتلاقيها بشكل سهل جدا. ايه هي الحاجات دي؟ تليفونك اللي عليه الواتساب وجهاز كمبيوتر حتى لو كان متأجر في سايبر، انت محتاج منه ربع ساعه وهتسيبه بعد كده وتقوم تسيب البرنامج اللي عليه شغال وخلاص كده انت ايه تمام. يعني انا بقول لك ان ابسط الاشياء لو حتى الجهاز بتاع اخوك او الجهاز بتاع البيت او الموضوع بسيط جدا جدا، مش محتاج منك تكلفه جديده او تكلفه لسه هتدفعها اضافيه. وان شاء الله هقدر ان انا اوفر لك كل حاجه انت محتاجها في الفيديو ده. فعشان تكون قدام منك حجه واحده بس ان انت ما تنفذش اللي فيها او تتكاسل وتتقاعس، الحجه دي ان انت تكون مت. لو انت مت مش هتنفذ اللي انا هقوله. دي الحجه الوحيده اللي انت ممكن تطلع بيها من الفيديو ده. خليني بقى اخدكم للبي سي ونشوف مع بعض احنا ايه اللي احنا هننفذه، ايه اللي احنا هنطبقه. فيلا كده معايا، يلا نروح نشوف البي سي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتنقلنا للبي سي وهنبتدي كده نتكلم مع بعض ان شاء الله عن ازاي نستخدم او ازاي الناس كلها تستخدم واتساب ويكون اداة متاحة عند الناس كلها. يعني باختصار احنا نعرف الطرق المبدئية اللي تمكننا من استخدام واتساب وان احنا نعمل عليه حملة. وانا هبتدي معاكم بحملة عن شهر رمضان زي ما قلت لكم. وتعالوا نشوف كده مع بعض. احنا اتكلمنا من شوية عن اهمية التسويق عن طريق الواتساب، بس بقى هنتكلم دلوقتي في الجانب العملي عن الادوات اللي احنا نستخدمها. اسم الاداة دي هي البيزنس سندر، الاصدار بتاعها 23. وانا هتلاقيني سايب لك رابط في وصف الفيديو لمكان الاداة او للموقع بتاعها على الانترنت. هي ده الموقع بتاعها، تمام. هتلاقيني سايب لك الرابط ده بالظبط كده في الوصف عشان تعرف ان انت تحمل الاداة. لو دخلت على الموقع ومعرفتش توصل للصفحة دي، بتدوس بس من تحت هنا خالص اسفل الموقع، تدوس على كلمة داونلود سوفت وير، هيوديك على الصفحة اللي احنا فاتحينها دي. طيب الموقع فيه ادوات كتير جدا فمش عايزك تتوه معايا، احنا عايزين نركز على اداة واحدة اللي احنا قلنا اسمها اللي هي بيزنس سندر الاصدار 23. الاداة دي بتديلك اختيارات طبعا المدفوع والمجاني. انا عن نفسي استخدمت الاداة دي كتير وبصراحة هي من الادوات الجامدة جدا فانا اشتريتها. انت تقدر تستخدم الاداة المجانية وبيديك تجربة لمدة يوم وتقدر ان انت كل يوم تجددها بطريقه هقول لك عليها. بس يعني خلينا دلوقتي في اليوم الاول اللي انت هتجرب فيه. انت لما تدخل على الموقع كده كده لازم تسجل حساب على الموقع،
خلاص. هتسجل حساب عادي جدا كانك يعني شخص بتسجل على اي موقع، وطريقه التسجيل بتاعته سهله اصلا ما فيهاش اي مشكله. بتدوس من هنا وتسجل حساب عشان هو يطلب منك الحساب دوت اثناء استخدام الاداه. يقول لك انت مسجل على الموقع، لازم تبقى مسجل على الموقع عشان تكتب السجل بتاعك او التسجيل بتاعك. وهي دي النقطه اللي احنا هنلعب عليها، ان احنا بنغير التسجيل بتاعنا في كل يوم، فبالتالي بيديني يوم جديد. تمام كده. فخليني كده ابتدي معاك بسرعه. بعد ما تكون نزلت الاداه من اللينك دوت، هو بيقول لك هتكتب في الاختيار لما تيجي يقول لك ان هو عايز السيريال، هتكتب 1 day trial كي. هو ده الكي او المفتاح بتاعك عشان تستخدم الاداه دي لمده يوم واحد. بعد ما تنزل الاداه، وانا هوريكم طريقه للسيت اب بتاعتها، يعني هسطبها لكم برضو عشان تبقوا عارفينها. بس احنا دلوقتي هنستخدم الاداه بعد ما نزلناها. الناس اللي بتبقى مش عارفه ازاي السيت اب بتاعها، عشان بس ما اطولش وقت الفيديو، هعمل لكم فيديو مخصص للسيت اب بتاع الاداه، ازاي ان انت بتثبتها لاول مره. هتدوس هنا كده على فايل. من فايل انا هقول له انا عايز اعمل بروفايل جديد، هسميه منجز. تمام. طيب الاسم موجود، خلينا نسميه رمضان. بالظبط كده زي ما احنا شايفين، هو هيعمل لي شورت كات للبرنامج باسم رمضان زي ما احنا هنفتحه مع بعض دلوقتي. هو ده اللي انا هشتغل عليه. طيب الاولاني ده ينفع اشتغل عليه؟ ينفع تشتغل عليه عادي جدا، بس انا عشان هو عليه اوريدي بروفايل شغال فمش عايز اخرج منه، عشان كده عملت بروفايل جديد للبرنامج. هقول له هنا اوبن واتساب، ودي الخطوات العمليه اللي احنا هنشتغل عليها. ايه هي الخطوات العمليه بعد ما نزلت البرنامج؟ اسم الاداه، عرفت اسم الاداه وعرفت الموقع. الخطوات العمليه 3 خطوات: سكان واتساب، اضافه الاشخاص، واضافه الرساله والصوره. فتعالوا نشوف اول خطوه عمليه عندنا هي سكان واتساب. هعمل سكان للواتساب عندي. لحظه واحده. انا بفتح معاكم واتساب حقيقي وشغال. بعمل بيسكان دلوقتي التليفون، بس ايه بيعمل سكان اهو. متقلقش يعني ايه، لو خد شوية وقت عادي جدا بيبقى ايه بيستقبل الرسائل عندك على التليفون. بعد ما فتح عندي بالشكل ده كده، هو بيحمل لسه الرسائل، فمفيش اي مشكلة في الموضوع. ما تستعجلش نفسك، ما تقعدش تشتت نفسك، لان الانترنت على الواتساب الويب على ما بيحمل ممكن بياخد شوية وقت. ننتظر شوية كده. مفيش اي مشكلة. تمام. وهو كده ايه فتح معانا، مفيش اي مشكلة فيه. احنا دلوقتي عايزين نبتدي نركز بقى على الجانب العملي في الموضوع. بعد ما عملت سحبت، عملت سكان كود اللي هي اول حاجة كانت عندي. اعمل سكان كود، عملت سكان كود. والحاجة التانية دلوقتي عندي ان انا ازاي هضيف الناس اللي موجودين على التليفون. عايز اطلع كل ارقام الناس اللي موجودين عندي على التليفون متسجلين على الاسماء، وعايز اضيفهم عشان ابعت لهم رسالة تهنئة. فهدوس كده وهقول له import WhatsApp contact.
البرنامج مليان اختيارات كتير جدا يا جماعة، ومليان اوبشن كتير جدا، وتقريبا يعني من افضل برامج الارسال على الواتساب. وده مش تسويق للبرنامج لاني انا مش ببيعه، انا عندي نسخ منه بس انا يعني بستخدمها كلها، ف يعني ما بفضلش ان انا ابيعه. في ناس بتبيع البرنامج هنا في مصر بيبيعوا تقريبا بحوالي 800 جنيه 900 جنيه، والموقع ده بيبيعه تقريبا يعني ال10 نسخ منه ممكن يكونوا بمبلغ 2000 جنيه مثلا ولا حاجه. والناس بتجيبهم وتبيعهم بقى، يعني بتفرقهم بالشكل ده. طيب هو نزل لي كل الاسماء اللي عندي على الواتساب، وهم تقريبا حوالي 23,000 اسم. انا قلت لكم الاسماء فعلا كتير جدا، بس فعلا ما كنتش متوقع ان هو يبقى الكم الرهيب دوت من الناس. 23,000 اسم دول كلهم اسماء نزلهم لي. الاسماء دول ممكن ان انا ابتدي على طول ادخل مباشرة وابتدي الحملة بتاعتي في ان انا الخطوة رقم 3 اللي هي اضافة الرسالة والصورة. ولو انا عايز اعمل لهم يعني شويه ضبط، شويه في ناس عايز اشيلهم منهم، مش عايز ابعت لكل الناس دي كل الكم دوت الكلام دوت، ممكن ان انا اشيل منهم. اعرفك ازاي تشيل منهم الكم اللي انت مش محتاجه، بس عشان محتوى الفيديو نفسه ما يطولش، وهيكون عندنا شروحات جايه في وقت مستقبلي. انا كده كده هبعت لكل الناس دي، انا كده كده اوريدي هبعت لكل الناس دي هي، ما عدا بس ايه كام شخص ممكن يبقى ايه عامل لهم بلوك او الكلام دوت، فمش هيوصل لهم الرساله بتاعتي. انما انا كده كده هبعت لكل الناس دي، وهبتدي ان انا اكتب الرساله بتاعتي. طب هكتب الرساله بتاعتي مباشره كده على طول؟ لا، يفضل ان انت تروح في ملف تكست، تفتح ملف تكست كده وتكتب الرساله بتاعتك، عشان لو في اي تعديل ولا حاجه انت عايز تظبطها. وفزلكه زياده مني ان انا ممكن استخدم برنامج من البرامج الذكاء الصناعي ان هي تكتب لي الرساله. يعني دي فزلكه زياده، انا الصراحه ممكن استخدمها ممكن ما استخدمهاش. وهي بتكون مفيده طبعا، بس يعني عشان مش عايز اضيع وقتك في الموضوع ده واخليك تلف في حاجات فاضيه ملهاش لازمه دلوقتي او مش موضوع دلوقتي. خلينا نركز على الاساس بتاعنا. الاساس بتاعنا هيبقى بسيط جدا. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، بمناسبة اقتراب شهر الخير، شهر رمضان. كل عام أنتم وأسرتكم بخير. ممكن بقى اكتب الاسم بتاعي خلاص، او ممكن ما اكتبوش، مش فارقه كتير. تمام، خلينا ناخد كده دي اول رساله معانا اهي. واختصارا برضو للوقت شويه ممكن ندخل على جوجل نسأله سريعا كده رسالة رمضان، عشان كمان نختار صور نحطها في الرسالة. رسالة رمضان. هاخد الصورة دي كده اقول لك سريعا كمان ممكن تعدل عليها ازاي، عشان لو عايز تقص منها حتة او الكلام ده. طبعا على التليفون سهل جدا ان انت تعمل الموضوع ده، على اللابتوب سهل جدا برضو ان انت تعمل الموضوع ده. هتروح للصورة اللي انت نزلتها، اضغط عليها كليك يمين وقول له open with برنامج اللي هو بينت. البرنامج هيفتحها معاك عادي او بالشكل دوت.
انا عموما عايز اقص الجزء اللي تحت ده، فدي اول حاجة اعملها، هقص الجزء اللي تحت ده كده. خلاص انا كده قصيت الجزء اللي تحت اللي انا مش عايزه. ولو عايز اكتب اسمي هنا في الرسالة ممكن تكتب اسمك برضو، بس مش انا يعني حابب منظرها كده، فمش عايز ان انا ابوظ منظرها بصراحة، عجباني اكتر بالشكل ده. فبعد ما عملتها كده اعمل لها حفظ كده، وحفظ لي الصورة وتمام. لو جيت فتحتها عادي مش هتلاقي الاسم مكتوب فيها او الجزء اللي كان مكتوب من تحت فيها. سريعا يعني حاجة كده سريعة، برنامج البينت مش هتكلفك حاجة. طيب خلينا نكمل بقى مع بعض اللي احنا كنا بنعمله. بعد ما كتبنا الرسالة هنبتدي ان احنا نحط الصورة. طب انا هكتفي برسالة واحدة؟ لا، انا هعمل مجموعة من الرسائل، وبرضه هروح اسأل جوجل على الرسائل اللي انا عايز ابعتها، مش بس الرسالة اللي هي فيها الصورة دي. بس كده خلصت موضوع الصورة. موضوع الصورة بسيطة جدا، بتدوس من هنا وتدوس على كلمة فوتوز، تمام. بتختار الصورة من المكان اللي انت حطيتها فيه. انا كنت حاططها في داونلود، اخدت الصورة كده. ممكن تحط اكتر من صورة بس هيبعتهم كلهم، يعني هو مش هيختار ما بينهم صور، هو هيبعت كل الصور اللي انت حطيتها له، تمام. هيبعت لك كل الصور اللي انت حطيتها له. طيب خلينا نكمل مع بعض. يعني هيبعت لك كل، يعني لو حطيت 4 صور هيبعت في كل رسالة 4 صور، فانت ركز ان انت تحط صورة واحدة معبرة عن الموضوع. او لو عايز تبعت 4 صور ل4 منتجات مفيش مشكلة، او 4 حاجات مختلفة عن بعض مفيش مشكلة. انما لو هي نفس الموضوع حاول ان انت تحط صورة واحدة تبقى معبرة عن الموضوع. طيب خلينا بقى نرجع تاني لجوجل، وقلنا هناخد بقى شوية رسائل كده من جوجل. ناخد رسائل مكتوبة سريعا بقى. ممكن في ناس اللي حابة رسائل باللغة الإنجليزية برضو ممكن تلاقي رسائل باللغة الإنجليزية. خلينا نفتح الموقع الجميل ده. الرسالة دي كويسة. هتضيف رسالة ده منين؟ بتدوس على علامة بلس بالشكل ده كده، ويفضل ان انت تحط الرسالة الاول في تكست، وبعدين تاخدها من تكست كده تحطها جوه البرنامج. يعني باختصار ما ينفعش ان انت تاخدها على طول من على الانترنت وتروح حاططها، عشان خاطر بتكون ممكن منظرها مش كويس، مش متظبط، مش باين واضح قدامك الكلام ده. فالافضل ان انت تحطها في ملف تكست. تعالوا مش هاخد شويه رسائل تاني وخليكم معايا، معلش طولت عليكم. مثلا انا كده كده برضو هكتب كام رساله تاني من دماغي كده، عشان الرسائل دي مش عاجباني كفايه. بس فاضل بقى ان انا اقول لك ازاي تظبط اعدادات الارسال. ازاي تظبط اعدادات الارسال؟ هتدوس هنا على سيتنج، وهتدوس على سيتنج، تمام. هتختار من هنا نورمال، يعني الارسال متوسط، خلاص. والوقت التبديل ما بين عدد الثواني وبعضيها يفضل طالما انت بتبعت في الاول ما تبعتش اكتر من 50 رسالة في اول يوم، ما تبعتش اكتر من 50 رسالة. وخلي المدة الزمنية ما بينهم كبيرة شوية، يعني خلي المدة الزمنية مثلا فليكن 312 ثانية الى 655 ثانية. هتقول لي المدة الزمنية دي قد ايه؟ هقول لك ما بين 10 دقايق الى نص ساعة تقريبا، تمام. من 15 دقيقة آسف،
او 5 دقايق اسف ل 10 دقايق، متاسف جدا، ما بين 5 دقايق ل 10 دقايق في الرساله الواحده. وبعدين هنا في اعداد اسمه اللي هو يعمل استراحه ما بين كل 5 رسائل، ويقعد ايه مستني 50 ثانيه استراحه، وبعدين يرجع يبعت تاني من اول وجديد. هبعت كام رساله؟ هبعت 50 رساله. فهبتدي معاكم دلوقتي ان انا اقول له سيند ناو. والفيديو يا جماعه ما تنسوش ان ليه مرات تانيه، ليه اجزاء تانيه، كملوا معانا بقيه الكورس ده ان شاء الله هتلاقوه على القناه باسم واتساب للجميع. ان شاء الله تستفادوا من الفيديو دوت وتستفادوا اكتر من الشغل معانا. وفي نهايه الفيديو طبعا كان معاكم اخوكم منجز، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوناش بالدعم باللايك والشير. سلام عليكم. رجعت لكم تاني يا ابطال في نهايه الفيديو بعد ما شفنا الشرح على البي سي. بس يعني حابب ان انا انوه تنويه بسيط جدا. يا ريت اي حد حابب ان هو يبتدي ما ياجلش ما يسوفش، يبتدي من النهارده. الموضوع مهم وضروري جدا، واي حد حابب ان هو يقدم معانا في موضوع الشغل دوت او يعرف الشغل دوت يبقى لازم يكون ابتدى. ما يجيش يقول انا عايز افهم وبعدين هشوف هبتدي ولا لا، لان احنا ما عندناش وقت للاشتراكات، احنا عايزين نساعدكم. فاللي عايز يجي يبتدي يكون يبتدي معانا في الشغل يكون بالفعل ابتدى في التطبيق، ويورينا التطبيق العملي بتاعه عشان خاطر نعرف اذا كان هو فعلا ابتدى ولا الموضوع بالنسبه له لسه في حاجات واقفه. في اجزاء تانية لسه تتشرح، يا ريت ان انتوا تكملوا مجموعه الحلقات دي، وان شاء الله هيبقى كورس متكامل والموضوع هيفرق معاكم جدا جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.